يا الله والله نمت نومة طويلة خلاص. والله مفروض هجيب لي الصولات ديل الكهرباء من قبال ساعتين حسب الجدول. يعني أنا جوطة شديدة خلاص، يعني جدول دخل في مبدات الصولات جات في الكلاكلات. أنا أحسن أولعها في الصولات وأطفيها تاني أولع مبدات. البلد بقت تولع وتطفي تقول موصلينها بستوب. يا أخي أنا أحسن أطفيها كلها وأمشي أسوي لي شاي يا أخي. الليلة ما هفتح لك كله لحد ما اجيب الكهرباء للمواطنين وانقل لايف كمان. أعزائي متابعين صفحة الكرام، الليلة قدرت أوصل لكم مكان القطاع اللي بيقطع الكهرباء وغررت. يا جوا افتح الباب يا أخي. انت لا بتشعر لا بتنوم، شغال فينا قطوعات وبدون برمجة كمان. بس يا خالد أنت دخلت هنا كيف؟ جيت بالسلوك. هاي ده شنو كمان؟ قال جدول، قالت والله بنقطع كله 6 ساعات ومرات عند اللزوم زي الدواء. عليك الله افتح الباب يا أخي، كده بتجوط لنا الجدول براها جايطة يا أخي. الجدول يابا تقع فيه ويغرفوك منه بالكوريك. الليلة جدولكم علي أنا. يا أخي استهلاككم ده نسبته كبيرة وما قاعدين ترشدوا، وبعدين يا أخي البلد في مرحلة جديدة يا أخي، ساعدونا بالصبر. في وكالة فضائية امبارح اكتشفت بالصدفة في شامة سوداء ولا حفرة ما عارف في الكرة الأرضية، لقوا إنه ده السودان بسبب قطوعاتكم البدون سبب دي. أنت كده بتتعرض للمساءلة القانونية. وانتوا اللي بحاسبكم منو؟ يا اخي تعالوا نتفاوض معاكم، نحن برانا نقطع الكهرباء ونجيبها في الزمن اللي بتدونا ليه انتوا. الليلة بسببك حاتلفت. لانك انت ما جايب خبر، مويتك باردة ومكيفاتك شغالة. والله لو بتسمع الدعاء اللي بيدعوك ليه والناس تستغيل كل يوم، لكن بعد كده انا حولع البلد كلها. لا لا أرجوك. يتمنى لكم الماحي إسماعيل الماحي تيارا كهربائيا مستقرا ودائما. وقطعت ما قطعت صاب إنها وجع.